سمع الهضرة من أقرب الناس ليه، جرحاتو في قلبه كتر من جرح اللي في الجسد ديالو. ولكن ملي كيبيعوك البشر ربي البشر كيشريك. بقاو معايا حتى الاخر. سي محمد راجل في قمة العطاء ديالو، غادي في طريقه والبال مرتاح، وفجأة وفي ثانية واحدة تقلب كل شيء. فاق سي محمد ولقى راسو في السبيطار، الجسد ديالو كامل محطم، والطبيب كيقول كلمة واحدة: القصيدة كانت خايبة وصعيبة، والوقوف على رجلين من بعد هذا النهار غتكون معجزة. الحواس ديالو كاملة مشات، ما بقى كيشوف ولا كيسمع ولا يحرك يدو ولا رجلو. سي محمد ما كانش أي واحد، كان هو الركيزة ديال الدار، اليد الممدودة للصغير والكبير. دارو دايما عمرة بالحباب والصحاب والأقارب كياكلوا ويشربوا معاه. كان كيسحب له باللي هادو اللي دايرين به هما السند اللي عمرو ما غادي يتخلاو عليه نهار اللي غادي يطيح. دازت الايام وسي محمد طيح فراشو. في الاول كانوا الحباب كيجيو والصحاب والاقارب، ولكن اللي داز واحد الشهور بقات الزياره كتقل نهار على نهار. واحد النهار هو ناعس، هو يسمع واحد الحوار دار ما بين خواتاتو والاقارب وصحابو. الحاجه الوحيده اللي بقات عند سي محمد هي حاسه السمع، اللي ما كانوش عارفينها اطباء وما كانوش عارفين صحابو الاصدقاء بانه كيسمع، حيتاش ما كانش كيقدر يوصل لهم بانه كيسمع، حيتاش الصوت ما كيتسمعلوش، يدو ما كيتحركش، باش يوصل لهم بانه كيسمع كانت جات صعيبه. ولكن ربي كانت عنده حكمه في هذا الشيء. الحوار اللي كان ما بين خواتاتو والاقارب والصحاب ديالو كانوا كيهضروا على الثقل، بانه ولا الحمل ثقيل عليهم ورجع زايد عليهم، من الدرجه بانه كان سمع واحد من خواتاتو ومن اقرب ليه كيقولوا: عينا منه، يا ريت يموت ويرتاح ونرتاحوا معاه. كانت هاد الهضره قويه وصعيبه اكثر من القصيده. شحال بكى ديك الليله، ولكن الدموع ما كيهبطوش، كيبكي من الداخل ديالو مقهور ومحطم. التجأ لسيد ربي وبقى كيقول واحد الدعاء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء بدا كيكررو يوميا في كل لحظة في كل ثانية. واحد النهار وهو ناعس ما بين الحلم واليقظة جبر راسو في واحد البيت كله ضوء، وديك الضوء كيضربوه الجسد ديالو. واحد الحريق جا قوي والالم بقى يبغي يغوت، ما الصوت ديالو ما كيتسمعش، صوته مخنوق، كيبغي يقول عتقوني عتقوني، ولكن حتى واحد ما كيسمعوه حيتاش اصلا ما كيقدرش يهضر. دازت واحد الدقائق، ديك العافيه اللي كان كيحس بها في الجسد ديالو رجعت بروده وسكينه. فاق ولقى الجسد ديالو خفيف عليه، دهش وتصدم. دازت شي ايام هو باقي كيردد: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واحد النهار ويلقى أول حاجة اللي رجعت له هي عينه، بقى كيشوف، كان كيشوف غير الظلمة ولا كيشوف الناس، بقى كيشوف الحركة في الدار، بقى كيشوف اللي داخل وبدا كيشوف اللي خارج. سبحان الله، دازات شي أيامات بدا كيحرك يدو، تما بدا كيحرك رجلو. مع الأيام تشافى سي محمد ولا كما كان. أطباء كامل يتصدموا، والحباب والعائلة والأقارب والصحاب كلشي تصدم، ما عرفوش بأن ربي قادر على كل شيء. واحد النهار ويقرر يدير لهم واحد المناسبة، جمع الحباب وجمع الأصدقاء والصحاب ديالو، ويدخل عليهم واقف ورافع راسو للسما وبصحيحته ويقول لهم: سبحان الله، الشدة كتزول ولكن كتصفي، كتعرف الحبيب ديالك من العدو ديالك. والحمد لله ربي اللي كيبتلينا باش نعرفوا راسنا وقيمتنا عند بزاف ديال الناس، وباش نعرفوا بان الله حق وربي ارحم الراحمين. شنو العبره من هذه القصه؟ ماشي اللي كيضحك لك في وجهك كيبغيك، وماشي اللي كيدخل لك من دارك وإلا كل ما كلتك
كيبغيك، وماشي اللي كيقول لك انا حبيبك فعلا غادي يكون حبيبك. صفي النيه مع ربي، حيت النهار اللي غادي يهربوا كلشي غادي يبقى سيدي ربي، وغادي يبقى هو اللي معاك واللي ما غيتخلاش عليك. اللهم رحمتك ارجو ولا تردنا خائبين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.